كان زمان يقول لك ايه؟ الصاحب الجدع رزق. اه والله يا بخته اللي يلاقي له صاحب جدع كده، ده يبقى من بخته وحظه وسماه. لكن دلوقتي يا ولاد في اللي احنا بنعيش فيه دلوقتي المبدأ اتغير، ما بقاش الصاحب الجدع رزق، لا 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 والله، ده بقى الجري نص الجدعنة. هو ده المبدأ اللي لازم كلنا نمشي بيه الفترة الجاية. عاملين ايه يا ولاد؟ ايه الاخبار؟ والله انكم وحشتوني من الفيديوهات اللي فاتت. النهارده يا ولاد المبدأ اللي انا لسه بكلمكم عنه ده اتطبق حرفيا وشفناه بعينينا على ارض الواقع. طول عمرنا نسمع عنه لكن ما شفناهوش، ولكن النهارده تحديدا احنا شفناه الحمد لله. على ايد مين يا ولاد؟ على ايد يعني مطرب مهرجانات مصر الاول، نمبر 1 نجيله. لا مش محمد رمضان، اوعوا تفهموني غلط ابدا والله، ده عصام صاصة، مطرب المهرجانات الجميل اللي احنا دايما بنستمتع بمهرجاناته. الواد اللي هو عامل نفسه ان هو بيطير في الجو بقى، ده عصام صاصة يا ولاد. ده كل اغانيه وكل المهرجانات بتاعته بتدل انه بيقتله 2 3 على غيار الريق على الصبح. ولكن على ارض الواقع الموضوع طلع مختلف تماما، طلع حاجة تانية خالص. عصام صاصة كل مهرجاناته بتتكلم عن العنف وعن الأخصام وعن الضرب وعن يعني اللي هيجي على سكته هيفرمه. هو قال لك كده، احنا مش عارفة بنزامل معرفش مساجين ولا ايه، كل اغانيه بتتكلم عن المواضيع دي. ولكن اللي حصل على ارض الواقع اثبت لنا ان ما ناخدش بكلام الاغاني يا ولاد، لا ده احنا طلعنا فاهمين غلط خالص. امبارح عصام صاصة طالع ترند باغنيه جديده؟ لا. بمهرجان جديد؟ لا. بألبوم جديد؟ لا. بحفله تكريم مثلا لا قدر الله زي الفنانين كده؟ ابدا والله. احنا عندنا نوعيه كده من الفنانين يعني بسم الله ما شاء الله ما بيطلعوش ترند غير بالكوارث. قبل كده كان طالع ترند طبعا وكلنا تابعنا القضيه بتاعته، بتاعه دهس المواطن اللي يعني سواه بالارض ربنا يرحمه ويغفر له، اللي كان عنده 3 عيال، لان عصام كان شارب طبعا وكان يعني دايس بنزين على الاخر، سوى الراجل بالارض والراجل ربنا يرحمه ويغفر له. لما اتحلل لعصام صاصة ساعة القضية دي طلع ان هو كان متعاطي مواد مخدرة، طلع التحليل ايجابي، ولبس في قضية تانية كانت قضية تزوير في اوراق رسمية، فكان يعني بيواجه عدة قواضي. خرج منها ازاي؟ خرج منها بإيقاف التنفيذ، سنة مع إيقاف التنفيذ، ما يعني ما قضاش العقوبة، يعني يخرج ولو حصل حاجة تانية ما زال الحكم موجود يرجع ينفذه. امبارح طلع ترند تاني زي ما بقول لكم كده، مش بالموضوع القديم، لا ده بمصيبة تانية أنيل بمراحل من اللي عدت. عصام صاصة انتوا عارفين طبعا يا جماعة ان هو صاحب مقولة انا ما بغنيش مع رقاصة على المسرح، ده هو اللي قال والله مش انا. صاحب مقولة القرآن ما بيفرقش ايدي، ساعة ما كان حاضن المصحف كده وهو واقف في المحكمة لما كان منتظر حكم الاعدام عليه يعني. ولكن بعد ما خرج من المحنة دي احنا افتكرناه بقى ان هو هيكمل على هذا النهج وان ربنا هداه، قال لك لا مفيش منه الكلام ده الكلام ده ساعة القضية. لكن دلوقتي الموضوع اتغير، اكل العيش مر يا ولاد، فالمبادئ كلها اتغيرت. ركن المصحف عنده في البيت وركن مبدأه انا ما بغنيش مع رقاصة برضو على الشماعة. وامبارح راح عشان يحيي حفلة او مش حفلة بقى، يعني يغني فين يا ولاد؟ في مالها ليلي، اسمه القرش. هو مالها ليلي يا جماعة يعني كباريه. طبعا هتقولوا لي كباريه وما فيهوش رقاصة؟ مش ممكن يعني اكيد. فطلع عشان يغني، وهنا قامت المصيبة وقامت المشكلة. راح عشان يغني في هذا الملهى الليلي، اكل عيشه يا ولاد، وانا قلت لكم ان اكل العيش مر من شويه. حصل ايه؟ حصل خناقه ما بينه وما بين البودي جاردات اللي كانت واقفه حراسه على باب الكباريه. ومش بس كده، الخناقه ما كانتش معاه لوحده، كان معاه مدير اعماله وكان معاه كام واحد من صحابه.
الخناقة تطورت لتشابك بالإيد، نزلوا في بعض ضرب، وعصام صاصة قرر ان هو يتصرف. اوعوا تفتكروا غلط ولا تفهموا غلط، اوعوا تفهموا ان هو قرر ان هو يتصرف، انه يدخل يتضرب مع مدير اعماله او مع صحابه، لا والله. ده كان ليه رد فعل مختلف تماما. رايح اتصل بالتليفون، جاب رجاله هو كمان عشان خاطر يتخانقوا مع البودي جاردات اللي واقفين على باب الكباريه وينقذوا اصحابه من ايديهم. يعني ساب الناس تتضرب وراح يتكلم في التليفون، هو ملوش علاقه بالموضوع، اللي يتضرب عشان يتضرب. انا عن نفسي وشي ده اكل عيشي، يعني اخد بنيه هنا اخد بنيه هنا، ما اقدرش اغني، دي تبقى مصيبه، اكل عيشي في وشي. فانتوا اي حاجه تانية انتوا احرار فيها، لكن وشي محدش يجي ناحيته. فطبعا راح يجيب الناس اللي هو جابهم دول، جاب 15 واحد كمان، مسكوا دول ضربوا دول بسم الله ما شاء الله وعجنوا بعض. هو عمل ايه بقى؟ زي ما بقول لكم لسه في اول الفيديو، بدل ما يتصل بالشرطه تيجي تلحق المصايب اللي حاصله، لا، هو راح واخد عربيته بعد ما جاب الرجاله، اخد عربيته وطلع يجري. قال لهم ايه؟ عيشوا حياتكم مع بعض، لا يلزمني الرجاله بتاعتي ولا يلزمني مدير اعمالي. خدوهم بالهنا والشفا عليكم، اعملوهم بسطرمه، لكن انا هاخد العربيه واطلع افلق. الجري نص الجدعنه. اخد العربيه بتاعته وطلع يجري. البودي جاردات يسيبوه؟ ابدا والله. في واحد فيهم الموضوع كبر في نافوخه، قال والله العظيم ما اسيب وش عصام صاصه لما اعمله مصاصه، لازم اجري وراه واجيبه، مش هسيبه بالسبايك اللي هو عامله ده، هجيبه من السبايك بتاعه. طلع يجري وراه بالموتوسيكل بتاعه وورا العربيه بتاعت عصام صاصه. يسكت؟ عصام صاصه فضل يهرب منه. الكلام ده يا جماعه كان على كورنيش المعادي في الفجر. ما هو في ناس يا جماعه بتنام بدري وتقوم في الفجر تصلي وتقرا قران، وفي ناس تانية في الفجر بيبقوا قاعدين في الكباريهات بعيد عنكم يغنوا ويرقصوا ويشربوا طبعا الخمور بتاعتهم، ويعني دول ناس في دنيا تانية خالص. ربنا يعافينا يا رب، ويا رب ما نكون منهم في يوم من الايام ولا حتى نشوفهم. فالكلام ده كان في الفجر. طلع يجري عصام صاصة بالعربية وطلع يجري وراه البودي جارد، وطلع على العربية دخ بمعنى الكلمة، ووقف قصاده. نزل عصام صاصة من العربية وطلع يجري. طلع يجري لحد ما وصل لغاية بيتهم. انتوا متخيلين؟ من كورنيش المعادي طلع يجري الطريق كله جري، لان طبعا لو اتمسك هيتعمل لحمة مفرومة. وزي ما قلت لكم هو اكل عيشه في وشه، فانت لا، مين تمسك مين؟ ده الجري نص الجدعنه. طبعا هنا عصام صاصه يعني بصوا، كان هو قبل كده سواق توك توك، وده معروف عنه قبل ما يدخل الموضوع الغنى. معرفش ايه اللي جاب سواقين التكاتك للغنى، والله زي حمو بيكا كده ما كان جزار ودخل الغنى برضه. ما علينا، مش مشكله. فاستخدم مهاراته بقى اللي هو اكتسبها ساعه سواقه التوك توك وطلع يفلق. يا عم الحاج، امال فين الشبحنه وفين اغاني المهرجانات وفين احنا بنزامل مساجين وفين الكلام اللي انت بتقوله لنا في الاغاني ده؟ راح فين؟ وفين احنا صيع منحرفين؟ فين يعني الاغاني دي؟ انا ما فهمتهاش بصراحه. طلع يجري يا جماعه، واخد كورنيش المعادي كله جري، والراجل وراه لحد ما عصام صاصه قدر ان هو يزوغ منه ويروح على بيتهم. الموضوع ما خلصش لغايه كده. الشرطه طبعا جت ولمت الناس كلها، البودي جاردات بتاعت الكباريه وكذلك رجاله عصام صاصه ومدير اعماله، كله اتاخد. وعصام صاصه بعد ساعات من الليله دي بقى كلها، بعد تقريبا 7 ساعات لما الناس كلها اتلمت خلاص وكله في القسم، رايح عشان يسلم نفسه ويقول لهم انا هو يا جماعه تفهموش غلط، انا لا هربت ولا حاجه، انا كنت رايح بس يعني اغير اكل لي لقمه بتاع وارجع تاني، انتوا فاهميني غلط والله. فراح يسلم نفسه وخرج بكفاله هو والرجاله اللي كانت معاه، كل واحد فيهم ب10,000 جنيه. وهنا يعني نتنح شويه حلوين. طب يا عصام يا صاصه، انت ليه ما وقفتش لغايه الشرطه ما تيجي؟ او انت ليه ما طلبتش الشرطه في ساعتها
واستعان ببلطجيه عشان برضو يبقوا قصاد البودي جاردات بتوع الكباريه. ايه الحكمه؟ يعني انا ما فهمتش، الا بقى لو كان منطقك هو يعني الضرب والتعدي، وهو فعلا بيواجه قضيه دلوقتي في الموضوع ده باستعراض القوه واستخدام سلاح دون حيازه. يعني القضيه مش هتخلص بالكفاله والموضوع خلص، لا، هو خرج بكفاله على ذمه القضيه. يعني القضيه لسه في النيابه وهيكون فيها تحقيقات والليله كبيره. طب انت ليه ما طلبتش الشرطة ويعني لميت الليلة كلها بدل كل المصابين اللي وقعوا من الطرفين؟ لأن في إصابات بالغة طبعا، استخدموا أسلحة، ففي إصابات من الطرفين. ليه ما اتصلتش بالشرطة وكانت جت حلت الموضوع وخلصنا؟ طب هتقولوا لي يا رباب ايه سبب أساسا الخناقة؟ ايه اللي يخلي عصام صاصة داخل يغني الفقرة الغنائية بتاعته في الكباريه، وده شغله، ده المعتاد بتاعه، ايه اللي يخليه يدخل في خناقة زي دي وتوصل الموضوع للتشابك بالإيد والكلام ده؟ في ناس بيقولوا ان البودي جاردات تطاولت عليه وكلموه عن موضوع السجن بتاعه انه رد سجون والكلام ده كله، وفي ناس تانية بتقول لا، الموضوع ليه علاقة بجهاد مراته، لان جهاد مراته كانت رايحة معاه، فواضح ان حصلت رزالة من البودي جاردات عليها او حاجة، فالموضوع تطور وبقى خناقة بالايد. وانا شخصيا ارجح الاختيار التاني ده، لانه فعلا الناس دي بتكون شاربة، بتكون ضاربين القرف اللي بيضربوه دون، فبيكونوا مش شايفين قصادهم، فممكن يكون حد فيهم مد ايده قال كلمة مش لطيفة لمراته، فالدنيا ولعت من هنا. وانا برضو مش فاهمة هي رايحة معاه ليه؟ الراجل رايح اكل عيشه، يعني زي ما يكون موظف رايح مكتبه، انا اروح معاه ليه؟ يعني انا مراته المفروض مكاني في البيت، انا رايحه اعمل معاه ايه؟ مش عارفه، يعني راح اتفرج؟ يعني حاجه غريبه والله، هي لازقاله في كل حته وانا مش فاهمه ايه السبب. كفايه صورهم اللي على الانستجرام اللي على طول شغالين فيها بوس واحضان، مش فاهمه انت رايحه معاه الكباريه تعملي ايه؟ يعني الراجل رايح اكل عيشه عشان يجيب لك تمن عمليات النفخ والقلبظه اللي انت بقيتي فيها، انت رايحه معاه تعملي ايه؟ اديكي تسببتي للراجل في مشكله جديده. ده رايي انا الشخصي، معرفش انتوا برضو هيكون رايكم ايه. ولكن نرجع تاني ونقول مش كل اغاني المهرجانات اللي بتتقال، وللاسف لما بيبقى عندنا مراهقين في البيت او شباب في البيت بيسمعوها وبيتاثروا بيها وبينزلوا يطبقوها في الشوارع، والا ما نلاقيش الشباب اللي واقفين لبعض معرفش باسلحه بيضه، واللي بيضربوا بعض، واللي يقول لك ده خصمي، واللي يقول لك ده انا مش عارفه هعمل فيه ايه، على اساس الاغاني اللي هم سامعينها. ده كلام في الاغاني، لكن على ارض الواقع اديكوا شفتوا ايه اللي حصل. طب احنا كنا منتظرين في الليله دي كلها رد نقابه المهن الموسيقيه على الموضوع ده. الراجل ده مش نقابي، الراجل ده مش فنان تبعكم يا ولاد، ما تلموا الفنانين بتوعكم بقى، احنا تعبنا يا جماعه. هي النقابه مش لازم يكون ليها دور في الموضوع دون؟ بصراحه النقابه ما قصرتش، طلعت بيان على طول في الحال، قالت ان دي مش اول مشكله لعصام صاصا خالص، تقريبا نسيوا يقولوا ولا هتكون اخر مشكله. ليه؟ لان هو لو اتعاقب المره اللي فاتت كان هيتعاقب المره دي. فنقابة المهن الموسيقية قالت لك ده مش أول مشكلة لعصام صاصا، وإحنا مش هنتخذ أي إجراء ضده لحين انتهاء التحقيقات. والله اتثبت إن في شيء ضده هناخد إجراءات ضده، اتثبت إنه بريء والراجل كان رايح يأدي أكل عيش ويمشي وهم اللي اعتدوا عليه، يبقى هنعمل له حفلة تكريم. وهنا أرجع أفتكر محمد رمضان والتصالح مع المصنفات الفنية، وشربوا شاي بالياسمين في جو يسود الدفء والحنان والعاطفة. خلي بالكم احنا بنعطف قوي على الفنانين بتوعنا، ما بنسيبهمش كده، مفيش حد كده نعاقبه كده بضمير، لا، بالراحة بالراحة زي الأم كده وابنها، ما ينفعش يا جماعة العقاب الشديد. فاحنا لسه منتظرين طبعا نتيجة التحقيقات اللي أكيد الكاميرات هترصد ايه اللي حصل، وهيقولوا لنا ايه سبب الواقعة بالظبط، وايه سبب ان الموضوع تطور لتشابك بالايد
مش بس كده، الخناقه كانت جوه الكباريه وبعدين امتدت لبره الكباريه، ومن بره الكباريه امتدت لكورنيش المعادي. كورنيش المعادي كله كان متقفل، ويعني كانت بهدله سودا. وكان في طبعا ناس ابرياء في الطريق كانوا ممكن يروحوا فيها ياخدوا حاجه بسلاح، ياخدوا حاجه بازازه طايره، عربيه حد تتكسر، حد مش عارفه رايح فين ولا جاي منين كان هيتاخد في النص. فكان في مواطنين في النص يا جماعه هيروحوا ملهمش اي ذنب في خناقه ناس سكرانين او في خناقه ناس خارجين من كباريه، هما ملهمش ذنب. يعني عربيه عصام صاصه عادي هيقدر في ثانيه يجيب غيرها. صاحب الكباريه لو كان عنده تلفيات في الكباريه بتاعه مش هياخد ثواني برضو وهيغيره كله. ولكن لما يكون مثلا مواطن غلبان ماشي على كورنيش المعادي كده بعربيته على الله حكايته، مروح من شغله او رايح على شغله في الفجر لانه شغله بعيد مثلا لازم يروح من صباحيه ربنا فلازم ينزل من الفجر الكلام ده، او مثلا ناس رايحين مدارس فنازلين من الفجر عشان مشوار بعيد او حاجه زي كده. دول ذنبهم ايه؟ عربيه حد تتكسر، حد مثلا يا عيني ياخد عاهه مستديمه في وشه او تجيله مصيبه عينيه تتصفى بتاع، الناس دي ايه ذنبها؟ فاكيد الموضوع مش هيعدي مرور الكرام كده، واكيد يعني صاحب الاعتداء او سبب المشكله اكيد هيتحاسب، دي حاجه مفروغه منها. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات يا ولاد، شايفين ايه سبب الخناقه اللي تتطور بالمنظر الرهيب ده وتفتكروا هتكون اخر مشكله لصاصه ولا لا، وكان عنده حق في الجري نص الجدعنه، ولا كان يقف يسندل كده ويحمي رجالته يا جماعه اقل واجب حتى. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات واشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جايه، وما تنسوش لايكات لأرمط. السلام عليكم ورحمه الله.